اهلا بكل مشاهدينا بكل متابعينا على قناتنا قناه وفيديو جديد معانا في مجال الموسيقى اللي بنحاول نقدمه لكم باستمرار. معلش في الفتره اللي فاتت كان في انقطاع شويه، كان في شويه ظروف، لكن الدنيا اتظبطت وهنرجع تاني نقدم لكم باستمرار فيديوهات الموسيقى، اذا كان في مجال تعلم عزف الموسيقى او اذا كان في برامج الموسيقى اللي نازله جديد. طبعا الكل كان في الفترة اللي فاتت كان بيواجه مشكلة في إصدارات أورج الموبايل اللي كان بينزلها في التفعيل بتاع برنامج الأورج بيقف، في برامج مش بتحمل سيت، في برامج ما تقدرش تسيف منها صوت أو تسيف منها إيقاع. فكان في ناس كتير بتواجه مشاكل في الإصدارات الأخيرة اللي نزلت، سواء كان إصدار 2024 أو 2025 أو 26. طبعا 27 لسه ما نزلش، واي حد يقول لك في اصدار 27 نزل، لا، لسه اصدار 27 ما نزلش. فالفيديو ده انا بقدم لكم فيه افضل اصدار من اصدارات الاورج المفعل المفتوح اللي ما فيهوش اي مشاكل، اللي تقدر تضيف فيه سيت، اللي تقدر تاخد منه سيت، اللي تقدر تسيف منه اي ايقاع، تقدر تسيف منه اي صوت، تقدر تضيف عليه اي ايقاع او تقدر تضيف عليه اي صوت. النهارده هقدم لكم الاصدار، هنثبته مع بعض ونشوفه مع بعض، وهشرح لكم طريقة التحميل في الفيديوهات اللي جاية، وهتلاقوا كل التحميلات موجودة على قناة التليجرام عشان ما يكونش فيها اي مشاكل في التحميل. كلنا عارفين بعض روابط التحميل في الميديا فاير بتقف، او في اي مواقع تانية لها فترة صلاحية وبتقف، لكن لما بننزل البرنامج على قناة التليجرام بتاعتنا بيبقى البرنامج موجود بصفة دايمة، ما بيحصلش فيه أي مشاكل، مش بيجيله أي فيروس، مش بيجيله أي مشاكل، وبتحمله معاك وبتثبته، ما بيعملش أي مشاكل عندك على الجهاز. طبعا أي حاجة بنزلها لكم في القناة بتكون مجربة، وبيكون هو ده البرنامج اللي أنا بعمل عليه الشرح. لو كان متاح ان احنا ننزل تحميل رابط الميديا فاير مع التليجرام بننزل الاثنين، لو ما كانش متاح يبقى تحميله في التليجرام بيأدي الغرض. بس طبعا لازم تتابعونا على قناة التليجرام اللي هنحط لكم الرابط بتاعها في الفيديو عشان هننزل عليها كل جديد. ويا ريت كل اصدقائنا وكل حبايبنا يدعوا كل اصدقائهم ينضموا معانا لقناة التليجرام عشان اقدم لكم فيها كل الجديد هنتابعه مع بعض في الموسيقى، إن كان في عزف الموسيقى على أورج الموبايل أو الأورج الحقيقي، أو إذا كان كل البرامج أو السي. ده إصدار برنامج الأورج اللي قلت لكم عليه، ده أورج 2022. كل البرامج اللي بنزلها لكم، كل الستات، كل الأصوات، كل الإيقاعات هتكون مجربة على أورج 2022. طبعا كلها بتبقى شغاله على كل اصدارات الاورج من 2022 فيما فوق. يعني حضرتك لو عندك اورج 2024 ونسخه كويسه وشغاله ومفعله، هتفتح عليها الستات دي هتشتغل هي كمان. عندك نزل لك 2026 2027 نزل، هتشتغل عليها. كل البرامج دي شغاله من اول اصدار 2022 فيما فوق، يعني 2022 2023 2024 25 و26 و27 كمان لما ينزل. دي نسخة الأورج اللي قلت لكم عليها، أورج 2022، أفضل نسخة نزلت في السوق بدون مشاكل، بتثبت معانا بسهولة، بتتفاعل معانا بسهولة، كمان بتقبل إن أنا أضيف عليها سيت، وتقبل إن أنا أضيف لها إيقاع، أضيف لها صوت، أعمل سيت على كيفي أنا أجمعه. كل ده متاح معانا في نسخة الأورج دي. هنثبتها مع بعض دلوقتي وننزلها على الموبايل. طبعا بيطلب عندي إدارة التثبيت من خلال الحزمة. طبعا البرامج دي بتختلف من موبايل لموبايل، بيطلب مني تثبيت فبختار تثبيت، وجاري التثبيت هو كده بينزل البرنامج بيثبته. تم تثبيت التطبيق، كده التطبيق اتثبت معايا ومديني تم ومديني فتح. طبعا لو انا ضغطت تم يبقى مش هيفتح لي البرنامج وهو كده خلاص اتثبت، ابقى اجربه بعدين. لو اداني فتح يبقى انا بفتح الاورج. طبعا معظم البرامج بتعمل سيرش كده، بحث وحماية، لو كان فيه اي فيروس او اي برنامج خطير على الجهاز.
كده مفيش فيه حاجة، بنديله فتح. بيحمل معايا بالشكل ده. طبعا بننتظر لما يفتح معايا ويحمل. بنضغط هنا، بنديله سماح دي طبعا زي ما قلت لكم ان البرنامج مفعل، والبرنامج VIP زي ما احنا شايفين، دي علامة الVIP. ما دام طلب مني سماح يبقى هو بيطلب مني سماح ان هو يوصل لملفات الجهاز. ليه يوصل لملفات الجهاز؟ عشان ساعة ما اكون عاوز اضيف سيت هيطلب مني ان هو يدخل على ملفات الجهاز. طبعا هو لو اخد صلاحية يوصل لملفات الجهاز يبقى كده البرنامج ده بيضيف السيت عادي ومفيش اي مشكلة في اضافة اي سيت عليه. كلنا عارفين اي برنامج اورج على الموبايل لو كان مش بيقبل اضافة سيت يبقى ملوش اي لازمة، يبقى زي قلته. عمري ما هوصل بيه لمستوى الاحتراف في العزف، لان انا عشان اعزف عزف احترافي لازم اكون اقدر اضيف سيت، اضيف اصوات، اضيف انترو، اضيف ايقاعات. هضيف ده كله ازاي؟ لو كان البرنامج الاورج بتاعي برنامج مفعل هقدر اضيف من خلاله اي سيت او اي ايقاع او اي صوت. بنضغط على سيت زي ما انتم شايفين، وبنضغط على علامة الملفات دي. طبعا لو انا هنا وصلت لمكان اللي انا محمل فيه السيت يبقى انا كده في الملف اللي انا عاوزه. لا، ده مش الملف. بعمل رجوع من هنا وبشوف انا حملت السيت فين. انا حملته في فايل داونلود زي ما انتم شايفين، في سيتات اهي موجوده معانا. نجرب السيت ده مثلا، جاري التحميل وهيفتح لي السيت على برنامج الاورج. كده السيت اتفتح تمام. نجرب الايقاعات بتاعتنا عشان نتاكد ان السيت شغال. طبعا وارد يكون في ايقاع واقف او ايقاع زي ما انتم شايفين بيقلب معايا في الايقاعات. دي الايقاعات اللي موجوده على السيت. طب نجرب بعض الاصوات. ده كده السيت شغال معانا. ايقاعات وشغال معانا كل حاجه. كده الشرح بتاعنا خلص. ده افضل اصدار من اصدارات برنامج اورج الموبايل. جربوها. الاصدار ده جربته، اصدار خفيف جدا، جميل جدا، هيريحكم في الشغل في العزف. في الفيديو اللي جاي هشرح لكم ضبط اعدادات اورج 2022 علشان لما بنظبط اعدادات الاورج بيوصل بينا العزف عليه للاحتراف عشان يبقى قريب او يتساوى بالاورج الحقيقي، اورج الحفلات. لان انا لو ما ظبطتش اعداداته مش هيديني الصوت اللي شبه صوت اورج الحفلات، او مش هيديني الافكتات والشغل اللي اقدر اشتغل بيه زي اورج الحفلات. لكن لما اظبط اعداداته بيبقى قريب من الاورج الحقيقي، اورج الحفلات. البرنامج هتلاقيه محمي بباسورد مكون من 3 أجزاء. أنا موزع ال3 أجزاء دول على الفيديو. نسمع الفيديو للآخر عشان نطلع الباسورد، نفك ضغط البرنامج بالباسورد، ومبروك عليكم البرنامج. ما تنسوش يا جماعة دعمكم ليا، اشتركوا في القناة، فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل إشعار بكل جديد. دعمونا بالإعجاب، بالتعليق، شاركوا الفيديو مع كل الأصدقاء عشان الكل يستفيد. تابعونا على التليجرام، على كل منصات التواصل الاجتماعي، هنقدم لكم فيها كل يوم الجديد.